ده طلع سهل وبمكونات بسيطة هتطلعيه وهيطلع معاكي كمان أحلى ما هتشتريه من بره. حاجة كده جميلة ومش هتكلفك كتير. يلا بقى نصلي على الحبيب المصطفى ونقولك هنعمل المشبك ازاي، ومش هنسافر له دمياط عشان نجيبه من هناك. يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونسمي بسم الله. أول حاجة هنعمل الشربات بتاعنا. أنا عاملة هنا كمية كبيرة، ولو انت عايزة تعملي نص الكمية مفيش أي مشكلة. هنا دول 3 كوبايات من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. هرفعهم على النار لحد ما يغلي، هحط له عصير نص ليمونه. هاجي هنا هنعمل بقى المكونات بتاعتنا بتاعت المشبك. معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، كوبايه، هي المفروض كوبايه، انا حطيت كوبايه وربع بس انا هقول لك كوبايه من الميه. وهنبتدي نقلبهم كويس جدا ونسيبهم على جنب 5 دقايق. انا بس عشان اتاكد ان الخميره بتاعتي نشطه ومتفاعله معايا. كوبايه من الدقيق، كوبايه من النشا، بس كده بسيطه. شفتوا ابسط من كده؟ وقلت لك لو انت عايزه تعملي نص المقدار وتجربي، هتعملي نص كوبايه من النشا ونص كوبايه من الدقيق. والمكونات بسيطه خالص خالص. وكده عملنا المشبك. هابتدي إن أنا أقلبه كويس جدًا. أهم شيء ما فيش يبقى فيه أي تكتلات ولا كلاكيع كده من الدقيق والنشا. نقلب كويس جدًا، جدًا. ولو أنتِ مش متأكدة إن هو اتعمل معاكِ، ممكن تضربيه في الخلاط. بس هو بالمضرب، شوفوا المضرب الصغير ده عملت بيه. هنا حسيت ان القوام، عشان أنا زودت ربع كوبايه من الميه، حسيت ان القوام خفيف شويه، فهتقله بمعلقه من الدقيق. وهنا كنت حاطه بقى رشه الملح اللي هي بركه اي عجين او اي خبيث. بص، معلقه من الدقيق بس. انا عايزه الخليط بتاعي زي خليط الكيك كده تقيل، يعني واخف من الزلابيه، عجينه الزلابيه. بصوا، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هسيبها بس 5 دقايق ربع ساعه لحد لما تتفاعل معايا. هنا الشربات تقيل معايا. هحط بقى كيس من الفانيليا. لازم الشربات يبقى تقيل. وهحط كمان معلقه من العسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز دوت بيعمل ايه؟ اولا بيدي لمعة كده حلوة للشربات او للمشبك لما يبقى عاملينه. وتاني حاجة ما بيخليش الشربات يسكر مننا. هنا هو انا ما بكملش، انا مش بخليها تختمر معايا ربع ساعة. اي بقى ازازة عندك بتاعت كاتشب، بتاعت مستردة، او ازازة المية، ممكن تخرميها خرم في النص. حط طاسة على النار، والزيت لازم يكون سخن وغزير. هتبتدي تعملي زي ما انت شايفة كده، هو ان انت تعملي خطوط دائرية كده. وما بتستنيش عليه لحد لما يحمر، يعني يا دوبك يشكشك كده، وبعصاية الشيش مش بشوكة ولا معلقة تبتدي ان انتي تقلبيه. احنا مش عايزينه يحمر معانا ويبقى لونه ذهبي غامق. احنا عايزينه يبقى لونه بيج كده او ذهبي فاتح. اول ما تلاقيه كده من الناحيتين لونه بقى لونه ذهبي فاتح، شيليه على الشربات على طول. بصوا، حركات دائرية زي ما انتوا شايفين. والوصفة شارحة نفسها، بسيطة جدا جدا، وهيطلع معاكي أحلى مشبك. أهم شيء إن انت تبقي سريعة، والنار تبقى متوسطة، والزيت سخن زي ما انتوا شايفين كده. احنا مش عايزينه ياخد لون ومن جوه يبقى طري. لو انت عايزه تعملي حجم صغير، دي كانت عندي قطعه، وابتديت ان انا اعمل حجم صغير على قد الاطفال الصغيرين، بدل ما يمسكوا واحده كبيره وما يكملوهاش، يبقى هياخدوا واحده صغيره على قد ايديهم. ولو انت عايزه تحطها لهم في اللانش بوكس، مش هتقول لا. حاجه كده صغيره وفرحي بيها العيال، وممكن كمان يدوا زمايلهم. هنا كنت عايزه اعمل تجربه اللي هو آه شبابيك الحبايب دي او شباك الحبايب. كنا بنعملها في كانتين المدرسة، أو كانت بتتباع في كانتين المدرسة. بس هي ليها أداة. يعني أنا حبيت أجربها بالهراسة بتاعة البطاطس. بس يعني عايزة صبر شوية، وعايزة بقى إن أنت تجيبي يعني عصاية الشيش كده بالسن بتاعها، تبتدي ان انت تنزليها زي ما انتوا شايفين كده. يعني ان انت تكوني ايدك سريعة، وان انت ايد شغالة وايد تعملي. بس الصراحة لقيتها ان هي هتاخد مني غلبة، فما حبيتش ان انا اكمل بيها. حبيت اجرب واقول لكم التجربة. انا حبيت ان انا اعمل شبابيك الحبايب دي او شباك الحبايب. بس هي ليها اداة بتتعمل بيها. انا هنا هو زي ما تشوفوا بحط البتاع على الزيت لحد ما يسخن، وبعدين اسقطها في العجين. بس ما ندخلهاش لجوه عشان العجين ما يطلعش يعني يغطي الهراسه. وبعصايه الشيش اللي انا بطلعها، حسيت ان هي مش منجزه معايا، فكملت بقى المشبك بتاعنا. والوصفه بتاعتنا هي المشبك. وابتديت ان انا زي ما انتم شايفين لازم تحطوا فيه العسل لحد لما يتشرب كده العسل، ويبقى ياخد يعني وقته. وبتحطيه على مصفى،
عشان يصفي أي بواقي من الشربات أو العسل، وبتقدميه زي ما انت شايفة كده، والله جميل جدا ومقرمش وحلو وطعمه جميل جدا. وممكن تحطي في الشربات شوية من مية الورد أو زيت الورد، لو انتوا عايزين طعم بقى الورد فيه زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وده عمل معايا الكمية دي، اللهم بارك، كمية كبيرة جدا. وانا قلت لك في الاول لو انت عايزة ان انت تجربي، جربي في نص المقدار وهيعجبك جدا، وبعدها تعملي المقدار كله. بصي وصفة جميلة جدا وما خدتش مني وقت، والعيال كانوا عايزين يحلوا فحلت لهم بقى بالمشبك الجميل دوت. وما اقولكيش على القرمشة، قرمشة خطيرة وطعمه جميل جدا. وزي ما انتم شايفين الشربات جواه اهو، والعسل تقيل زي ما انتم شايفين. لو وصلت لحد هنا اتمنى منكم بجد يا جماعه ادعموني، انتوا مش راضيين تدعموني خالص، ولا بلايك ولا بكومنت ولا ان انتوا ترفعوا الفيديو. والله العظيم انا بتعب في الفيديوهات ديت، ولحد دلوقتي انا مش عارفه خالص، يعني الفيديوهات ما بتشافش خالص ولا بتترفع خالص ولا بتجيب مشاهدات خالص. فاتمنى منكم لو انتوا اصلا يعني بتهتموا بالموضوع دوت ان انتوا تعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم. وما تنسوش تصلي على الحبيب المصطفى لو انت اول مره تدخلي الصفحه بتاعتي تقيمي الصفحة. ادخلي قيمي كل الفيديوهات، ولو عجبك أي فيديو اعملي شير لكل أصحابك، وما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.